بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهاردة بإذن الله مكملين في موضوع من ضمن الموضوعات الخاصة بالسوليد ووركس اسمبلي. واحنا المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الباترن واللينير كومبوننت باترن والسيركلر كومبوننت باترن، واتكلمنا برضو على الباترن دريفن كومبوننت باترن. النهاردة بقى هنتكلم على حاجة يعني ناس كتير بتبقى عندها مشكلة في الموضوع ده، وألا وهو التشين كومبوننت باترن. التشين كومبوننت باترن واحده من ضمن الحاجات الجميله جدا. لقيت ناس كتير جدا عندها مشكله في موضوع التشين كومبوننت باترن، والحقيقه ان الموضوع بسيط جدا لو انت فهمته. احنا طبعا بنحاول نفهم السوفت وير بيطلب منك ايه، وبعد كده لما انت تحب تنفذ وتطبق الموضوع هيبقى بسيط جدا وسهل جدا معاك، لان انت فاهم السوفت وير عايز يعمل ايه بالظبط. تمام. فما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد هننزله في الموضوعات دي، وان شاء الله باذن الله الحاجات دي هتفيدك جدا جدا جدا، وهننزل حاجات ادفانسد بعد كده باذن الله. طيب، فكره التشين كومبوننت باترن يا باشمهندسين، انت بتعمل باترن الكومبوننت جروب على سكتش او على كيرفد باص. تمام. في الوضع الحالي اللي موجود قدام حضرتك ده، زي ما انت شايف كده، ده التشين باص او ده السكتش بتاعنا، وعندنا هنا الكومبوننت اللي موجوده زي ما حضرتك حابب. طبعا شكل الكومبوننت يعني زي ما حضرتك حابب شكله. الفكره كلها والكونسبت كله انت هتعرفه دلوقتي كمان بالظبط دقيقه بالظبط. ازاي بنقدر نعمل تشين باترن بكل سهوله. فلما انت بتعمل تشين كومبوننت باترن انت بتقدر تسيميوليت موضوع التشين. تمام. لما بتيجي مثلا، تعالى كده على طول ندخل في الموضوع على طول. لما بتيجي مثلا تعمل تشين كومبوننت باترن، طيب ناس كتير بتسكيب الموضوع ده وهي فاكره على طول ان انا بدخل اختار الاوبشن على طول، بس حقيقي الفكره كلها بتاعت التشين كومبوننت باترن هي قايمه اساسا على البيتش ميثود، اللي هو اول اختيار او اول اوبشن موجود معاك في البروبرتي مانجر الخاصه بالتشين باترن. ليه يا باشمهندس؟ لان لو انت فهمت البيتش ميثود دي هتفهم ازاي تعمل تشين ايا كانت التشين دي شكلها عامل ازاي. تمام. طيب، اول حاجه موجوده معانا في البيتش ميثود هي الديستانس. فكره الديستانس يا باشمهندسين، انت بتعمل باترن لجروب واحد فقط من الكومبوننت. الكومبوننت ده بيكون متوزع بالتساوي على الباص اللي انت مختاره، بس خلي بالك ان الكومبوننت جروب ده لينكد على الباص من سنجل بيس اوف جيومتري. تاني، انت بتختار باترن تشين باترن للجروب اوف كومبوننت spaced evenly along the path. يعني انت بتختار جروب واحد من الكومبوننت. الجروب ده وليكن مثلا الكومبوننت اللي حضرتك شايفه ده هو متوزع بالتساوي along الباص. تمام. والريفرنس اللي انت واخده من الكومبوننت ده هو single piece of geometry. اظن الموضوع بقى واضح وسهل جدا. تمام. يعني انا دلوقتي لو انا اخترت البيتش ميثود الديستانس، فانت كانك بتقول للسوفت وير انا عندي كومبوننت واحد وهختار ريفرنس او سنجل بيس اوف جيومتري، ريفرنس واحد يعني في الكومبوننت ده هو اللي انا عايزك توزع على اساسه الباترن على الباص. تمام قوي. النقطه الثانيه يا باشمهندسين هي فكره الديستانس لينكج. ديستانس لينكج بقى مختلفه شويه. انت عندك دلوقتي بتعمل باترن على بتعمل باترن باستخدام one group of components برضه spaced evenly along the path، متوزع بالتساوي على الباص، بس الكومبوننت الجروب ده يا باشمهندسين لينكد على الباص باستخدام two pieces of geometry. احنا قبل كده في الديستانس اخترنا ان هو متوزع بالتساوي، بس انا عندي single piece of geometry، بس هي دي الريفرنس اللي بتعمل لينك على التشين. النقطة التانية اللي هي الديستانس لينكج، انت عندك تو بيسز اوف جيومتري هم دول اللي بيعملوا اللينك ما بين الكومبوننت والباص. كمثال بسيط ان انا هوضحها لك، في الديستانس ممكن تختار حضرتك سيركل واحدة اللي هي مثلا وليكن السيركل دي هو اللي هيتعمل لها لينك على اساس الباص كله. فممكن الروتيشن بتاع التشين ما يبقاش مظبوط، لان انت هو دلوقتي مش مهتم بان مثلا التشين دي لو فوق شويه. يعني تخيل مثلا لو التشين دي واقفه كده فيرتيكال، فالدايره دي هتبقى فوق، فلما تيجي تعمل الديستانس هو هياخد بس الدايره اللي تحت دي وهيعمل لها باترن ايفنلي على التشين، صح كده؟ مش هيهتم خالص بالسيركل التانية. انما في الديستانس لينكج انت ممكن تختار تو فيسز، زي مثلا السلندريكال فيس ده والسلندريكال فيس ده،
وتعمل لهم لينكد بالتشين. فطبعا هم دلوقتي هيبقوا واخدين الاوردر مظبوط، يعني هيبقوا واخدين الروتيشن مظبوط او الباص مظبوط بتاع التشين. تمام. الكونكتد لينكج بقى الموضوع اعلى شويه، لاحظ ان احنا بنمشي خطوه ورا خطوه، واتمنى ان انت تكون فهمت. لو في حاجه مش واضحه سيب لي في الكومنتس. الكونكتد لينكج بقى يا باشمهندسين، انت بتعمل باترن باستخدام تو جروبس اوف كومبوننتس. يعني دلوقتي انت عندك الموضوع اللي اختلف دلوقتي ان انت بقى عندك تو كومبوننتس بقى موجودين دلوقتي، عايز تعمل بينهم تشين باترن. تمام. برضو دول ايفنلي سبيست، يعني دول متوزعين بالتساوي على التشين، بس خلي بالك ان الكومبوننت جروبس دي لينكد للباص باستخدام تو بيسز اوف جيومتري. تاني، ان احنا دلوقتي الديستانس عرفنا ان انا بستخدم كومبوننت واحد يا باشمهندسين وريفرنس واحد. ديستانس لينكج بستخدم كومبوننت واحد يا باشمهندسين وعندي 2 ريفرنس عشان اربطهم بالتشين. الكونكتد لينكج يا باشمهندسين عندي 2 كومبوننتس و2 ريفرنس. يعني الموضوع يعني اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اوصله لحضرتك بكل سهوله. تمام. وهو ده اللي احنا عايزين نستخدمه بقى دلوقتي، لان احنا عندنا حلقتين كده، الحلقتين دول هم اللي عايزين نعمل منهم التشين. اول حاجه بيسالك عليها هي التشين باس. طيب التشين باس يا باشمهندسين، لما تيجي تبص على التشين باس، انا عايزك تركز معايا في الفيديو ده لان في تفاصيل كده انت فاهم ما بين السطور، حاجات كده لازم ان انت تكون عارفها بديهيا عشان تعرف تعمل التشين باترن. فلو انت اول مره تعرف الحاجات البديهيه دي ركز بقى معايا جدا، وخد بقى الكلام ده كده في نوتس عشان تبقى فاكرها طول الوقت باذن الله. التشين باس يا باشمهندسين، احنا قلنا ان احنا دلوقتي كل اللي احنا بنستخدمه هو سكتش او كيرفد، وطبعا سواء اوبن او كلوزد. في الحاله دي احنا عندنا كلوزد لوب. في التشين باس يا باشمهندسين، الباص اللي احنا هنستخدمه هو عباره عن سكتش، والسكتش طبعا من المتوقع ان هو مش حته، يعني مش الحته دي بس، ده هو كل الباص على بعضه. فطبعا لو انت جيت عملت سيلكت كده انت بتختار الحته دي. خدت بالك حتى هو هنا كتب الارك من التشين باس، لان التشين باس دي هي السكتش. فانت عندك اخترت كده ارك 3 من التشين باس اللي هو كله يعني. فطبعا ده اختيار غلط، ان انت كده بتعمل تشين باترن على الاوبن لوب ده اللي هو الارك ده بس. طبعا ده غلط، احنا عايزين نعمل على الباص كله. هتقول لي يا باشمهندس طب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ طب ما انا كل ما اجي اختار انا بختار ايه؟ يعني بختار قطعه واحده. تمام. وبالتالي احنا عندنا هنا اوبشن اسمه سيلكشن مانجر. لو انت دوست رايت كليك هتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها سيلكشن مانجر. يا جماعه الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، يعني لابعد الحدود. فكره السيلكشن مانجر بقى هي بتحاول تفهم كده انت عايز توصل وتسلكت ايه بالظبط. تمام. فانت هنا في الحاله الطبيعيه انت بتعمل سيلكت جروب او سيلكت انديفيدوالز زي ما حضرتك حابب، او ستاندرد سيلكشن الطبيعي يعني. انما اللي احنا عايزينه ان احنا عايزين نختار الباص كله، وبالتالي انت عندك هنا تو اوبشنز. اول واحد اللي هو الاوبن لوب، تاني واحد اللي هو الكلوزد لوب. هو ده فعلا اللي احنا عايزين نختاره. احنا عايزين نخلي السوفت وير يفهم ان انا مش بختار بيس من التشين، لا انا عايز السكتش كله ابقى واخده معايا ككلوزد لوب. بنعمل الكلام ده ازاي؟ ان انت حضرتك بتختار سيلكت كلوزد لوب كده، وتيجي هنا تختار اي سيجمنت، بتلاقي اوتوماتيك هو اختار او عمل هايلايت كده لكل السكتش مره واحده. في الوضع ده يا باشمهندسين هنقول اوكي. هتلاحظ هنا ان هو اختار الكلوزد لوب اللي هو التراك كله على بعضه. حلو كده، اللي هو موجود يعني في الاسمبلي اللي هو اللي اسمه تراك. تمام يا باشمهندسين، يبقى احنا كده اول حاجه الحمد لله تمت بنجاح، ان انت اخترت الباص اللي هنعمل عليه البيتش ميثود. طيب ركز معايا، احنا كنا قبل كده قايلين يا باشمهندسين ان الكونكتد لينكج دول هم عباره عن تو كومبوننتس يا باشمهندسين، متعرف فيهم تو ريفرنس، وده اللي موجود تحت اوريدي. يعني انت خلاص ما دام فهمت الكونسبت، بقيه الاوبشنز اللي تحت دي سهل ان انت يعني تفل الداتا. خلاص انت فاهم ان انت عندك دلوقتي تو جروبس، ان الجروب الاولاني هو كومبوننت الاولاني مثلا، والجروب التاني هو الكومبوننت التاني، وعندك في كل جروب تو ريفرنس. عشان كده برضه هو معلم لك ان ده اول ريفرنس وده تاني ريفرنس، عشان انت كمان تفهم ان هو احنا هنا بنختار سلندريكال فيس او سيركولار ايدج ايا كان، يعني حاجه ليها يعني ليها مركز دائري يعني، او ريفرنس اكسس اوف كورس يعني.
فطبعا هنا يا باشمهندسين اللي تشين جروب، طبعا احنا عايزين في الباص، احنا عايزين نملى كل الباص كله، مش عايزين بس مثلا 2 او 3 او كده، عايزين نملى اللي تشين كلها. تمام. هنيجي بقى على فكره اللي تشين جروب. طبعا اللي تشين جروب احنا قلنا يا باشمهندسين ان احنا بنختار الكومبوننت وتو ريفرنس. تمام. فهنا في الوضع الاولاني هختار الكومبوننت الاولاني والريفرنس الاولاني وليكن مثلا السلندريكال فيس ده، والريفرنس الثاني هو السلندريكال فيس ده. في بقى معلومه ناقصه اللي هي الالاينمنت، ان انت عايز تسنتر الكومبوننت ده يكون سنترد. لاحظ ان الكومبوننت فين، احنا لو انت طبعا عملت على الوضع ده هو هيبقى طاير في الهواء، فاهم؟ احنا عايزين نخلي ده بالظبط يبان ان هو في نفس يعني في السنتر بتاع الباص ده. نعمل الكلام ده ازاي؟ بالباص الاينمنت بلين، ان انت بتكون محضر بلين في الكومبوننت، يا باشمهندسين، هو ده اللي بتسنتره على السكتش او على البلين اللي اترسم عليه السكتش عشان يبان ان هو في النص بالظبط. تمام. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالى انا هكنسل بقى خالص الكلام ده، وتعالى نروح بقى نفتح. انا بفهمك واحده واحده، فركز معايا. ده اللي تشين باص خلاص، ده موجود كده كده في الاسمبلي، مفيش ادنى مشكله. تعالى بقى نفتح اللي هو الكومبوننت الاولاني ده كده. تعالى بص بقى، واحنا بنعمل الكومبوننت حضرناه ازاي يا باشمهندس. واحنا بنعمل الكومبوننت بعد ما خلصنا الكومبوننت خالص، رحت انا عامل بلين في النص بالظبط. ليه؟ لان انا عارف ان اللي تشين باص لما اجي اعمله، اللي تشين باترن لما اجي اعمله، هيطلب مني ان انا عايز باص الاينمنت، عايز حاجه يعمل عليها الالاينمنت، وبالتالي انا عايز الالاينمنت ده يكون في النص بالظبط ما بين التو فيسز دول. طبعا الكلام ده هيساعدني لو انا عندي اكتر من كومبوننت، فهو بيبقى الريفرنس واحد. خلاص لو انا عندي مثلا كومبوننت تاني اصغر شويه او اكبر شويه، خلاص كلهم بما ان ليهم باص الاينمنت واحد، فكل البلينز دي هتكون واحده، هتكون في مركز واحد، فاهم قصدي؟ فيبان شكلها ان هي تشين فعلا. تمام. فعشان كده يا باشمهندس، لو انت بتبني كومبوننتس، الكومبوننتس دي هتعمل منها تشين، هتروح تعمل حضرتك كده ريفرنس جيومتري بلين في النص بالظبط، او في المكان اللي انت عايز تعمل منه التشين عموما يعني. بس في معظم الاوقات بتكون في الميدل، يعني زي ما حضرتك شايف كده. تمام. انا قبل ما اعمل الاسمبلي ده اللي احنا بنتكلم عليه، بنقول ان ده الديزاين انتنت لو انا عايز اعمل تشين. تمام. نفس الكلام اللي انا عملته في لينك سب 1، هروح على لينك سب 2 هلاقي ان نفس الكلام معمول بالظبط. ان انا هنا عندي في لينك سب 2 برضو بعد ما خلصت الكومبوننت بالكامل، رحت عامل بلين في النص بالظبط. وانت حضرتك ملاحظ دلوقتي ان في فرق كمان في الديستانس ما بين التو فيسز دي، يعني ده هيبقى اصغر شويه. فسواء اصغر او اكبر او قد الكومبوننت الاولاني، انت ما دام عامل بلين في النص فكله هيتسنتر على مسطره واحده. تمام. حلو قوي. تعالوا نرجع تاني بقى نطبق فكره التشين. يبقى احنا دلوقتي يا باشمهندسين عشان اعمل التشين باترن، انا لازم انا احضر التشين باص، والتشين باص ده عرفت انا بختاره كسلكشن جيومتري كلوزد لوب. تمام. طبعا انت تقدر تعمل تشين لاوبن لوب، بس احنا في الوضع ده احنا اخترناه ان هو كلوزد لوب. النقطه الثانيه يا باشمهندسين، ان انا عندي الحلقه نفسها لازم البارت بتاعها او الكومبوننت ده لازم انا اكون مختار باص الاينمنت، اكون انا محضره قبليها في الكومبوننت نفسه. ده اللي احنا عملناه في الكومبوننت الاولاني والكومبوننت الثاني. جه بقى وقت دلوقتي التنفيذ. خلاص دلوقتي احنا هننفذ التشين كومبوننت باترن. هتيجي على التشين كومبوننت باترن، خلاص فهمت فكره البيتش ميثود، فهنيجي كده على البيتش ميثود وهنقول له التشين باص انا عايز اعمله هو الكلوزد لوب ده، واقول له اوكي. طبعا عايزين نفل الباص. التشين جروب هو الكومبوننت الاولاني، الريفرنس الاولاني هو السيركولار ايدج دي، والريفرنس الثاني هو السلندريكال فيس ده. والباص الاينمنت هنا طبعا انت مش هتقعد كل شويه تروح على الفيتشر مانجر ديزاين تري وتختار. انت عندك هنا هايد اند شو، ممكن تيجي هنا على طول تختار الفيو تمبرري اكسس عشان تختار الاكسس على طول. لو انت بدل ما انت تختار الفيس ممكن تختار هنا التمبرري اكسس بتاع السيركولار الاولى والسيركولار الثانيه. برضو عندك ان انت تقدر تبين البلينز لو انت عايز تبين البلينز. عندك برضو ان انت لو عايز تبين اي اكسس، يعني عموما تقدر تستخدم على طول الفيو هايد اند شو ده عشان تقدر ان انت تبين البلينز على طول بدل ما تروح على الفيتشر مانجر ديزاين تري. مع اني افضل ان انت لو اي حاجه تختارها من الفيتشر مانجر ديزاين تري لو انت عارف اسمها مظبوط يعني. الباص الاينمنت بتاعنا يا باشمهندس هيكون هو الفيس ده زي ما انت شايف.
هو بما انه حضرتك اخترت الكونكتد لينج اللينكج الكونكتد لينكج، هو اوتوماتيك عمل فيل الباص باستخدام الكلوزد لوب للكومبوننت الاولاني. احنا عايزين نختار كمان التشين جروب التاني، لان الاوبشن ده بيساعدك ان انت تختار الكلام ده. هنختار ساعتها الكومبوننت التاني اللي هو ده، الريفرنس الاولاني هو الريفرنس ده، الريفرنس التاني هو الريفرنس ده، والباص الاينمنت هو البلين. الله، موضوع بقى جميل جدا ومفيش ادنى مشكله، وزي ما انت شايف تداخلوا مع بعض والدنيا زي الفل. وكمان راح اعمل لك العدد النهائي للكومبوننت اللي اتعمل لها باترن هو 35. في الوضع ده يا باشمهندسين هنقول طبعا هي دايناميك، هنقول له اوكي، وتعالى نشوف ايه النتيجه النهائيه بتاعتنا. طبعا ان انت تبين البلينز كده يعني انا بفضل ان احنا نعمل لها هايد، خلاص احنا مش محتاجينها يعني خلاص. تعالوا بقى دلوقتي ان احنا عملنا التشين باترن، تعالى نتاكد ان هو شغال. تعالى بص حضرتك تعمل دراج ودروب. الله، دراج ودروب ايه، انا قصدي تعمل دراج بس مش دراج ودروب. شايف الاحساس بتاع التشين زي الفل، مفيش ادنى مشكله، والالاينمنت مظبوط، وكل حاجه في المنتصف بالظبط زي ما حضرتك شايف، مفيش ادنى مشكله خالص في التشين باترن. ناس كتير كانت بتتلخبط في موضوع التشين باترن، وطبعا انت دلوقتي عرفت فايده انه كله بيتسيف في فولدر واحد، لان انت طبعا عندك كومبوننتس كتير جدا، يعني تقريبا زي ما قلنا 35 كومبوننت اتعمل لهم يعني 35 انستنس. طبعا ده رقم كبير ان هو هيطول جدا الفيتشر مانجر ديزاين تري، بس النتيجه بصراحه حاجه جميله جدا، وحاجه لازم ان انت تستخدمها بعد كده ان شاء الله في الاسمبلي بتاعك. اتمنى ان انت تكون استفدت ان شاء الله بالفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم.